السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك لحظات في الحياة لا تنسى، لحظات تقلب كيانك رأسا على عقب، تجعلك تتساءل: كيف ولماذا ومن؟ هل يعقل أن يكون هذا حقيقة؟ عندما بدأت الأمور تتغير في حياتي لم أكن أستوعب أنني دخلت في دوامة مظلمة، أن هناك يد خفية تعبث بمصيري، تدمرني ببطء وأنا لا أدري. ظننتها مجرد مرحلة عابرة، لكن ما عشته لم يكن مجرد صدفة، بل كان كابوسا حقيقيا، كابوسا اسمه السحر الأسود. اسمي مريم، امرأة عادية مثل أي امرأة أخرى، عمري 34 سنة، متزوجة منذ أكثر من 10 سنوات، وأم لطفلين رائعين. كنت أعيش حياة مستقرة، زوجي يحبني وأولادي هم مصدر سعادتي. لم أكن أؤمن بالسحر أو بالخرافات، كنت أرى أن كل شيء له تفسير علمي ومنطقي، وأن كل ما يحدث للإنسان هو بسبب قراراته أو الظروف التي يمر بها. كنت إنسانة إيجابية، أستيقظ كل صباح بنشاط، أرتب بيتي، أطبخ لأولادي، أعتني بمظهري، وأحاول دائما أن أكون سندا لزوجي. حياتنا كانت طبيعية، بها لحظات جميلة وأحيانا مشاكل بسيطة مثل أي بيت آخر، لكنها كانت حياة مريحة، حتى جاء ذلك اليوم الذي انقلب فيه كل شيء. بدأت الأمور تحدث تدريجيا، لم يكن هناك شيء واضح في البداية، فقط تغييرات صغيرة لكنها غريبة، أشياء كنت أبررها لنفسي، لكن مع الوقت أصبحت أكثر وضوحا وأكثر رعبا. في البداية كنت أشعر بإرهاق شديد بدون سبب واضح، حتى بعد نوم طويل كنت أستيقظ متعبة وكأنني لم أنم إطلاقا، جسدي ثقيل، عيوني متعبة، ورأسي يؤلمني طوال الوقت. بدأت أفقد شهيتي، فقدت الكثير من وزني، حتى أنني لم أعد أتعرف على نفسي في المرآة. كنت أقول لنفسي: ربما هو مجرد ضغط العمل والبيت، لكن لماذا أشعر بهذا الإنهاك الغريب؟ لم يتوقف الأمر عند الإرهاق، بل بدأت أرى كوابيس مفزعة كل ليلة. كنت أرى شخصا مجهولا يطاردني، أحاول الهروب لكنه يمسك بي. أحيانا كنت أرى بيتي يحترق وأطفالي يبكون، لكن لا أحد يستطيع إنقاذهم. استيقظت في إحدى الليالي وأنا أصرخ، كان قلبي يخفق بسرعة رهيبة، جسدي متعرق ونفسي مضطرب. لكن الصدمة لم تكن هنا، بل في الظل الأسود الذي رأيته يقف في زاوية الغرفة. ظننت أنني أتوهم، لكن هذا الظل لم يكن مجرد خيال، كنت أرى ظلالا سوداء تتحرك في المنزل حتى في وضح النهار. كنت أجلس وحدي أحيانا فأسمع صوتا يناديني باسمي، وعندما ألتفت لا أحد هناك. في إحدى الليالي استيقظت على صوت أنين قادم من داخل غرفتي، كأن هناك شخصا يبكي. لم أتحرك، كنت أرتجف من الخوف، وزوجي كان نائما بجانبي دون أن يشعر بشيء. أصبحت خائفة حتى من البقاء وحدي في المنزل،
كنت أشعر أنني مراقبة، وكأن هناك أعينا تراقبني طوال الوقت. بدأت أفقد السيطرة على نفسي. لم أعد أشعر أنني مريم التي كنتها سابقا. عصبيتي زادت، بكائي أصبح متكررا، كنت أصرخ بدون سبب. في أحد الأيام كنت أجلس مع زوجي وأولادي، وفجأة فقدت الوعي. استيقظت في المستشفى والدموع تملأ عيون زوجي. قال للطبيب إن ضغط دمي انخفض بشكل خطير، وأن جسمي يعاني من إرهاق شديد، لكنه لم يجد أي سبب طبي واضح لحالتي. عدت إلى المنزل، لكن حالتي ازدادت سوءا. أصبحت أكره زوجي بلا سبب، أكره أطفالي، لا أطيق البقاء في المنزل. كنت أشعر برغبة في الهروب دون سبب واضح. في أحد الأيام زارتني عمتي العجوز، امرأة مؤمنة كانت دائما تحذرني من الحسد والسحر. عندما رأتني لم تتوقف عن النظر إلي، ثم قالت بصوت حازم: هناك شيء غير طبيعي يحدث معك. هل بحثتم في البيت عن أي شيء غريب؟ طلبت من زوجي أن يبحث في المنزل، وبعد ساعات من البحث كانت الصدمة. وجدنا كيسا أسود مدفونا تحت الأرض في الحديقة. فتحناه ووجدنا بداخله صورتي مع زوجي مقطعة ومربوطة بخيوط سوداء، خصلات من شعري ملفوفة في قطعة قماش غريبة، كتابات غير مفهومة على أوراق ملوثة بدماء مجففة. قلبي كاد يتوقف. من يمكن أن يفعل بي هذا؟ من يكرهني لهذه الدرجة؟ بدأنا نبحث عن الشخص الذي وضع هذا السحر في منزلنا، وبعد فترة من البحث صدمنا حينما اكتشفنا أن الفاعل كان أحد أفراد عائلة زوجي، أخته. نعم، أخته التي كانت تعاملني بلطف دائما، لكنها كانت تحسدني على حياتي السعيدة مع زوجي. عندما واجهناها لم تنكر، بل قالت بصوت بارد: لماذا أنت سعيدة بينما أنا لا؟ لماذا يحبك أخي أكثر مني؟ لقد أردت أن أدمرك. دموع انهمرت بغزارة. لم أكن أصدق أن أقرب الناس إلي هم من أرادوا تدميري. قررنا الذهاب إلى شيخ مختص، وبدأت جلسات الرقية الشرعية. عندما بدأ الشيخ بقراءة القرآن شعرت أن جسدي يحترق. صرخت دون أن أشعر، وكأن هناك شيئا كان يريد الخروج مني. استمرت الجلسات لأسابيع، ومع كل آية قرآنية كنت أشعر أنني أتحرر شيئا فشيئا، حتى عاد إلي السلام من جديد. تعلمت درسا قاسيا، أن الحسد قد يجعل أقرب الناس إليك هم أخطر أعدائك. ليس كل من يبتسم لك يتمنى لك الخير، وليس كل من يتظاهر بالمحبة هو صادق. لكنني تعلمت أيضا أن الله أقوى من كل شر، وأن التحصين بالقرآن والدعاء هما الدرع الحقيقي ضد أي أذى. احذروا دائما، ولا تنسوا أن تحصنوا أنفسكم بالأذكار، لأن العين والحسد قد يكونان أقرب مما تتخيلون.